صوت الصحافة، نبض الخبر. أفادت إذاعة سيرا الإسبانية أن المهاجم جوليان ألفاريز صاحب ال25 عاما قرر نهائيا مغادرة أتلتيكو مدريد بعد موسم واحد في خطوة مفاجئة فتحت الباب لمنافسة قوية بين برشلونة وأرسنال، إلا أن المؤشرات ترجح كفة باريس سان جيرمان بعد ترحيب اللاعب بالانتقال إلى العاصمة الفرنسية واللعب تحت قيادة لويس إنريكي. ويعد ألفاريز هدفاً رئيسياً لإنريكي والمستشار لويس كامبوس لتعزيز الهجوم ضمن سياسة جديدة تعتمد على العقلانية وسد الثغرات بدلاً من الصفقات الاستعراضية، وهي السياسة التي نجحت ماضياً بالاكتفاء بضم لوكاس شوفاليه وإيليا زابارني، مما قاد الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية توالياً. ومع اقتراب ميركاتو صيف 2026 يستعد النادي الباريسي لإبرام صفقة ضخمة قد تكون الأغلى في التاريخ، وإذا نجحت المفاوضات فإن انتقال النجم الأرجنتيني إلى حديقة الأمراء سيكون الحدث الأبرز الذي يعيد تشكيل موازين القوى الكروية في أوروبا. صوت الصحافة، نبض الخبر.